السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين يا حبايبي؟ وحشتوني، بحبكم في الله. النهارده هنعمل ماسك. انا عندي طلعولي دهون كتيرة قوي في مناخيري، منه تفتيح بشرة ومنه نشيل الدهون. اول حاجة معلقة سكر، تمام، معلقة لبن بودرة، معلقة نشا، الماسك سهلة قوي وكل حاجة منه. معلقة نشا، معلقة ترمس مطحون، تمام. هناخد شوية مية ورد، هنقلبهم كده. ريحة المية جميلة، ده زي نظام سكراب وفي نفس الوقت تفتح البشرة. بصوا، تمام. وهنحط لهم، هنضيف لهم حاجة بسيطة عشان تساعد برضه. بيكنج باودر، هناخد شوية صغيرين عشان تفور معانا. هنعمل كده، هنسيب على وشنا زي 20 دقيقة كده، وبعد كده هندعك بحركات دائرية لما ينشف، بحيث اللي هو نعمله زي نظام سكراب. العيال عاملين وش في البيت، عايز صوتهم عالي، كل واحد من اللي مشغل له كاسيت، واللي قاعد في الأوضة، واللي نايم في الصالة. بصوا بيفور ازاي، ده البيكنج باودر اللي بيخليه يفور. مش عايزه احط له ملح ليمون عشان مش كل مره اي حاجه ندخل فيها ملح الليمون. لو ملح الليمون في اوقات معينه لما نبقى خارجين ومستعجلين قوي ومفيش بديل لاي حاجه، وده اكتر حاجه بيبقى سريع على البشره، بيفتح البشره في ثواني وينضفها كمان عشان تبقوا عارفين. بكتر ليه بقى؟ عشان لما اجي اعمل سكراب ينزل من على الوش كده، الحبوب اللي فيه دي تدعك في الوش كده وتنزل الحاجات اللي هي الدهون. 20 دقيقة وارجع لكم. بصوا بقى كده، هو كده مسك على وشنا شوية. بصوا هنعمله كده زي نظام سكراب بالفرشة بتاعتنا دي. ممكن ندعك الشفايف بردك تستفاد. القصة هنخلص وارجع لكم تاني. بصوا وشنا فتح ازاي وبيض ازاي، في نفس الوقت الدهون اللي هي في المناخير المحببة دي نزلت. لو عجبكم الفيديو لايك وشير واشتراك في القناة. بحبكم في الله، صباحكم فل ان شاء الله.